حتى سجلنا هدف. أول فرصة للأهلي اليوم أخطأ طبيعة الحال، بدون حارس مرمى ما تعمل شيء، هذه مشكلة كبيرة. لأن اليوم الترجي على الأقل أفضل بكثير من المباراة الأخيرة، أفضل بكثير. أولا أكثر شراسة، نشوفوا لهنا تماشي هو الزاوية المغلقة ليش خارج، سهلت له المأمورية، أعطيته الحل، هو أعطاه الحل. لو بقى في المرمى سهل، أعطاه الحل، أعطاه الحل. لأنه صعب أنه يسدد بالجهة هذيك وهو حارس. نشوفوا وتغطية، حتى تغطية البن علي كانت متأخر، بن علي المدافع، يعني شوفوا خذها للجهة اليسرى، يعني حتى باش يسدد ودي في المرمى سهلة بالنسبة لي، لكن هو أعطاه الحل. تمريرة ممتازة من بيرسيتا. الترجي قدم مباراة جيدة، شوط أول جيد، كثير اندفاع بدني كبير، شراسة أكثر، تغطية المساحات، لأنه الأهلي خلق فرصة، تقريب فرصة بعد هذا خلقش فرص عديدة. عجبني كثير اليوم اللاعب غيث، مش عجبني لأنه شاهدناه دخل في المعمعة، دخل في اللعب، يمشي قوي بدنيا. بالنسبة لي أنا ليس لاعب رقم 8، لاعب ارتكاز أفضل بكثير، لأنه قوي بدنيا، عنده إمكانية باش يخرج الكرة. ولهذا أنا بالنسبة لي أنا في الشوط الثاني خليه هو لاعب ارتكاز ويدخل الزدام ويخرج كوليبالي. كوليبالي ما يعمل في شيء، كوليبالي ما يعمل في شيء في الملعب، ثقيل بطيء، الكرة تخرج ببطء، حتى استفاد منه. خليه ودخل الزدام ودخل ميموني زاد، خلي ميموني يلعب في الشوط الثاني، خرج عرفاوي أو خرج اللاعب بدري ودخل ميموني، خلينا نشاهدوه اكثر. لكن اعتقد ان الترجي افضل مباراه. لكن حارس المرمى في المباراه الاولى ما كانش الترجي ياخذ 3، صعب انه الترجي ياخذ الهدف الاول، وهذا يتاكد في هذه الحاله. طيب رفيق. لا، اتفق مع الكابتن طارق على الهدف. صحيح بدا جيدا الترجي، كان واقف جيدا، كان يبادر على الهجمات السريعه في بعض الأحيان، حتى كان يبني لعب، يعني كان ممكن حتى يسجل في الشوط الاول. ولكن في اول خرجه وفي اول يعني فرصه للاهلي، هدف صحيح خطا من الحارس، قراءه سيئه من الحارس، خروج الحارس سهل المأموريه لحسين شحات. نظن الشوط اول محترم بالنسبه للترجي، ولكن غير كافي. لازم مبادره اكثر من الهجوم، لازم بن حموده يتحرك كثير، يعطي حلول اكثر. البدري نفس الشيء، لازم يدخل العمق ويساند بن حموده. تحس في بعض الاحيان صحيح تخرج الكره من الوراء، تمشي للوسط، ولكن في 30 متر الاخيره او في الشق الهجومي ناقص حلول، ما عندكش حلول كثيره. تحاول على تسديدات، تحاول على كرة ثابتة، على العرضيات، اوكي فيه خطورة، ولكن غير يلزم لك اكثر، تبادر اكثر اللي ممكن ان تحرج دفاع الاهلي وممكن ان تسجل. هو بالنسبة للاداء اداء جيد في الشوط الثاني، ولكن ناقص من الجانب الهجومي، لان الاهلي يلعب بذكاء، الاهلي واقف متراكم للوراء، غارق المساحات ويلعب على المرتدات. وخطورة الأهلي في السرعة، في التحول أو في التحول السريع، يملك الجودة، يملك السرعة، يملك اللاعبين. شوف الهدف الأول وشوف حتى في فرصة وفرصتين نفس يعني تبقى الصورة للهدف الأول، يعني لمستين يوصل بسرعة للمرمى، في لمستين يوصل بسرعة، كرات سريعة. لهذا جودة اللاعبين، وأيضا يعني خروجه للكرة أسرع، يعني جودة اللاعبين أو مهارة اللاعب لوسط الميدان مهمة جدا، وهذا اللي لاحظناها يعني في الشوط الأول. وائل، قراءتك للشوط وتقييمك للأهلي في هذا الشوط. شوط جيد طبعا من النادي الأهلي، محترم في الترجي بشكل جيد، بيلعب بعقل وبيلعب باتزان وبيلعب بهدوء، وعارف يضرب الترجي منين يا مهند، زي لقطة الهدف بالظبط، لقطة نموذجية تبين التحسن اللي حصل على الأهلي. فريق أصبح متماسك دفاعيا جدا، عنده 2 أجنحة بيقدروا ان هم يتعاملوا مع المساحات ومع الأطراف ومع الفراغات اللي موجودة. بص نموذج الهدف، بص التقارب الدفاعي والانتشار الجيد من المدافعين يا مهند ولاعيبة الوسط، كلهم ال10 لعيبة موجودين في 20 متر، انتشارهم مميز جدا. مروان قطع الكوره، انما الانتشار بتاع الفريق يا مهند في المساحه ممتاز، وتحول السريع بتمريره اكتر من ممتازه من بيرسي تاو اللي شايف المساحه قبل ما يباصي، مع ان في زياده عدديه من مدافعي الترجي، ولكن دقه التمرير عنده وجريه حسين، الترابط اللي بينهم ده من اهم الاضافات اللي اضافها كولر لخط الهجوم، مع كهربا اللي بيتحرك
في المساحات الفاضيه. الحارس طبعا سهل على حسين جدا الهدف، فخطأ كبير جدا من الحارس، لان اولا انت المدافع موجود مع حسين الشحات، مش جاي انفراد لوحده عشان تطلع، فهو سهل على حسين الهدف. انما الاهلي يستحق التقدم، وكان ممكن يسجل في اكتر من فرصه تانية اتيحت للاعبي الاهلي. في فرصه انفراد ضيعوا تاو، كان الحكم حسبه تسلل، ولكن كره ضاعت اللي ضيعها حسين الشحات اعتقد. انما شوط جيد بالاهلي، بيتعامل فيه بتركيز وبيتعامل فيه بهدوء. الترجي محترم الاهلي جدا جدا، ومش عايز يغامر ومش عايز يفتح المساحات عشان ما يقبلش اهداف اكتر. انما الترجي لو كان لعب كده في تونس اعتقد ما كانش هيخسر الخساره دي يا مهند في تونس. طيب كابتن طارق، امر التاهل الى النهائي انتهى بالنسبه للترجي، هذا الواقع يقول صح هذا صح. الان تفكير في اقل الاضرار في الشوط الثاني. ممكن يمشي اكثر الهجوم الترجي لانه 1-0 ممكن، لانه اليوم في الدفاع قدم مستوى جيد، وصلنا لاعبين وسط الميدان وهالمهاجمين في ارتكاك، ولكن مشكلته في الهجوم، وهذه مشكلة قائمة جدية في الترجي الرياضي التونسي عند من بداية الموسم. هجومه ضعيف، هجوم الترجي ضعيف وضعيف جدا. نشوف ما ثماش تسديدات على المرمى، ما ثماش حلول، لأنه ما عندوش مهاجمين، وهذه مشكلة كبيرة. وأصعب شيء حاليا أنك تنتدب مهاجمين جيدين، ما ثماش في السوق، ما ثماش في السوق مهاجمين جيدين. لازم تمشي لافريقيا، ولازم تحاول تشوف، ولازم كشافين، ولازم ناس تتبع وناس تتابع، ولجنه كبيره، مش تشري على العمل مش عشوائي، مش عشوائي، مش مباراه تشري بها لاعب. احنا على مباراه نشري لاعب، لا، مباراه تشوف اللاعب وتتبعه مباراتين 3 4 5. اليوم ما عندناش مهاجمين ولا مهاجم جيد في الترجي الرياضي التونسي، ولا تحس انه صحيح يلعب الترجي في وسط الميدان، لكن لما يوصل 30 متر الاخيره يلقى صعوبات كبيره في التحركات، في الامكانيات، في السرعه، 1 ضد 1، الحلول، ذكاء اللاعب. المهاجم شفته وحده، الوحيد اللي حاول هو بن رمضان من الناحيه الهجوميه. لكن اعتقد ان هذه من مشاكل الترجي في المواسم الاخيره. الترجي قبل كان من افضل الفرق في الانتدابات، وكان دائما عنده مهاجمين جيدين كانوا عنده، لكن اليوم الترجي ما عادش قادر باش ينتدب مهاجم، لان السرعه في الانتداب والعشوائيه في الانتداب تخليك ان اليوم عندك فريق ضعيف، ضعيف، امكانياته محدوده من الناحيه الهجوميه، وهذا صعب انك تسجل للاهلي في الحاله هذه. طيب شكرا كابتن طارق، شكرا رفيق، شكرا للكابتن وائل جمعه. شوط واحد يفصل